كنت شفت واحد الفيديو هادي شحال، واحد الولد صغير عنده شي 9 سنين ولا 10 سنين، دار الكاميرا الخفية لموه بأنه كيتكلم مع باه. ففي ديك الفيديو امه رمات له التليفون ديالو وبدات كتسبو وكتضربو حتى الدري مسكين بقى كيغوت ويبكي وكتقول له حنا هادشي سالينا منه، سامح فينا، كذا 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 كذا. والدري تخلع مسكين وما شاء الله وصافي. هنا بحال هاد الامهات هادو هما اللي كيخرجوا لنا النشاز في الامه. فالام المطلقه ملي كتدير لولادها هكذا كيحسب لها راها كتنتقم من الزوج ديالها، في حين انها كتنتقم من نفسها. هذاك الدري ملي غادي يكبر والله ما يعقل عليك، هذاك الدري غادي يكبر وغيعرف بان الحقد ديالك والكره ديالك والبغض ديالك هو اللي خلاه انه محروم من الاب ديالو. الا كان عندك الوعي وكنتي فاهمه غير شويه غتعرف بان الفشل ديالك وديال الزوج الطليق او الزوج السابق الطليق ديالك ما عندوش علاقه بهذا الدري. هذا الدري ما عنده حتى شي علاقه. حنا كنشوفوا الناس اللي هما ماشي مسلمين واخا كيطلقوا كتبقى العلاقه ديالهم مزيانه. علاش؟ من اجل وليداتهم. ديك الوليدات هادوك انت مسؤول عليهم وانت مسؤوله عليهم، ولهذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غتحاسبوا امام الله وايضا في الدنيا قبل الاخره. وشفت فيديو اخر ايضا لواحد الشاب امريكي كبر ولا راجل وكيسب الام ديالو من بعد ما كان حنين فيها وكان مزيان معها وكذا، وكيقول لها حرمتيني 25 سنه من انني نعيش مع با ونشوف با، وكنتي كتقول لنا هو سمح فيكم وخايب وكذا، ولكن مني عرفت وتعرفت عليه تاكدت بانك انت هي اللي مجرمه وانت هي السبب. كان با باغي يجي عندنا وكان باغي ينفق علينا وباغي يدير لنا مزيان، ولكن انت كنتي كتبين لنا ديك السوداويه في الاب ديالنا. فكيقول لها عمري نسمح لك وكذا وكيسبها الى غير ذلك. هكذا غيدير لك ديك الوليد اللي ضربتيه من اجل انه كتكلم على باه واخا كان كيدير غير الكاميرا الخفيه وكيضحك. فاي ام كتكره ولادها في الاب ديالو تعرف بانها كتدمر نفسها وكتدمر ولدها. الدري كما بغى يكون ما يبغيش يسمع على باه شي حاجه خايبه ولو كان خايب الاب ديالو. الا بغيتي ولدك يكون مزيان ما تعاودش شي حاجه خايبه على باه. وكذلك الاب واخا تكون امه خايبه ما تعاودش شي حاجه خايبه على مرتك. علاش؟ لان داك الشيء كيجرح الدراري ما عندهم مساكن